سيلكت النيكلس ديت، وممكن نروح على حاجة جولد بالشكل ده. لو عملنا ماتيريال و RGB عايزينها تبقى يعني ممكن مثلا نجرب دي. حاجة بالشكل ده كده. تمام. طبعا ممكن يعني بالسكين شيد وماتيريال بس ممكن نقلل شوية الانتنستي ونبدأ احنا ايه هيغير خالص. طيب يا اما كده يا اما كده مش مشكلة، خليها بالشكل ده. تمام. هنيجي نعمل الهيدفون ديت. اوكي، نحاول احنا يعني نعمل شيب سهل شوية ميبقاش صعب، بحيث ان الناس تقدر تفولو اب معايا. طيب هنيجي على السب تول وهعمل ابند لسلندر 3D. تمام. ممكن بلاش نعمل، ما اعرفش، اعتقدش ان احنا هنقدر نعملها انيشيلايز من هنا، لا مش هنقدر. طيب هندلتها. ليه هدلتها؟ لان انا مش هقدر اتحكم في السيجمنتس بتاعتها، عدد الايدجز بالطول او القطر بتاعها مش هقدر اتحكم فيها، فهدلتها. وهطلع على السلندر من هنا كده، ادوس هنا كده واختار سلندر 3D، وهروح على initialize وهختار ال horizontal subdivision خليه 8 وهنقلل ال vertical على الاخر خالص. ممكن نزود ال horizontal نخليه 12 حاجه بحيث ان يبقى فيه خط كده وخط كده. تمام. هقول له اعملها polymesh 3D، وبعد كده هرجع للموديل بتاعي، الكاركتر بتاعي، وهقول له عايز اعمل append للبوليمش 3D دي. تمام. نطفي البرسبكتيف ونعمل لها روتيت 90 درجة كده، نصغرها. ممكن نقلل نطفي، اقصد كل السب تولز دلوقتي مش محتاجينها. نيجي كده. تمام. هنبدأ ان احنا نعمل الجزء الخارجي. خلينا نخش على brush samples بالشكل ده. تمام. نعمل الجزء الخارجي دوت. هنيجي بالزي موديلر وهقول له انا عايز سكيل الايدج لوب ديت. تمام. ممكن نيجي هنا نعمل insert كده، نقول له انا عايز سكيل اب حاجة بالشكل ده. ممكن insert هنا واقول له انا عايز اعمل سكيل داون. تمام. مية مية. هنعمل جروب باي نورمالز. ويعني هي بتيجي منين؟ هي بتيجي لو قلنا بولي جروبس هنلاقي هنا مكتوب جروب باي نورمالز. تمام. بس انا عامل شورت كاتس قدامي عشان بستخدمها كتير، فبالنسبه لي اريح يعني. انست بولي جروب اول، ونعمل انست سنه صغيره، بعدين نعمل انست كمان مره حاجه بالشكل ده. هاجي اقول له انا عايز اعمل اكسترود ولكن للبولي لوب، علشان يختار البولي لوب دي، نطلعها لبره كده. لو دوسنا دي على الكيبورد يبقى ده شكل السماعة بتاعتنا او البادي يعني بتاعها. تمام. ممكن اجي بالانسرت واقول له ان انا عايز اعمل انسرت هنا كده. تمام. ونيجي برضو نعمل انسرت الحتة دي. ممكن نقول له برضو انسرت هنا وانسرت هنا، بحيث يبقى ده شكل الايه السماعة بتاعتنا. تمام. نتأكد ان ده الجزء اللي فوق. جميل جدا. هاجي طبعا الفلور، لو جينا شغلنا الفلور هنلاقي دي في النص بالظبط. طيب هاجي بالموف ونحركها لبره شوية، يعني خلينا حاجة بالشكل ده. تمام. وممكن ان احنا نعمل لها روتيت 15 درجة كده. تمام. جميل جدا. هنروح على، هشيل طبعا السب دي وهنعمل لها دوبليكيت ونختار دول كده. تمام. لو دوست كنترول كليك تمام. لو دوسنا بقى للاكسترود بولي جروب اول، كنترول وحرك كده، كنترول شيفت لده، اوتو جروب، كنترول شيفت ديليت هيدن، ونبين دي. تمام. طيب لو قلنا ان احنا عايزين نعمل ميرور اند ويلد بالشكل ده كده. جميل جدا. طيب عايزين بقى نعمل ايه؟
عايزين ان احنا نبريدج ده مع ده. تمام. هنشيل الفلور ونيجي على، طبعا نشغل السيمتري. تمام. هنعمل هنا كده multiple بالشكل ده، select دول، delete الهيدن، نعمل extrude لدول كده. تمام. تمام جدا. هنيجي على دول، اقول له انا عايز ادلت البولي جروب ده. تمام. شغل الدبل عشان نقدر نشوف الدبل دي بتيجي منين. بتيجي من display properties دبل هنا اهي عشان اقدر اشوف الباك فيس. هشيل السيمتري واقول له ان انا عايز اعمل بريدج للتو هولز، ادي واحد وادي التاني. تمام. لو حركت لفوق هيزود edges، لو رحت يمين هيبدأ ان هو يرفع بالشكل ده كده. تمام. جميل جدا. طيب انا محتاج ان هي تبقى اولا لفوق شويه، ومحتاج ان العدد بتاع الادجز ده ما يبقاش كتير قوي كده عشان اقدر اتحكم فيه يعني. فهختار واحد، تاني، اتنين، وهروح كده بالشكل ده مثلا، يمين او شمال. يعني يمين او شمال تعمل كده، فوق او تحت هيبدأ يزود. احنا ممكن نزود حاجة بالشكل ده كده. تمام. 100 100. هاجي على ده اقول له اعمل لي ميرور برضو الناحية التانية بالشكل ده كده. تمام جدا. ممكن بقى نيجي على الجزء ده واقول له ان انا عايز سيلكت الجزء اللي فوق ده ونعمله بالشكل ده بحيث ان هو يبقى عريض شويه. تمام. اوكي. نيجي على دي، انا عايز اعمل الكوشن اللي حواليه ديت، فانا هختار دوبليكيت الاول، بعدين اختار دي delete hidden، وهنعمل لها سكيل كده مثلا، بعدين نعمل لها extrude poly group all لبره حاجه بالشكل ده، نعمل inset، بعدين نعمل extrude لجوه بالشكل ده. نزود هنا كده bevel، ونعمل هنا bevel، وممكن ما نعملش bevel هنا، نسيب. تمام. طيب هاجي على الجزء ده نعمل له insert sync loop بالشكل ده، نعمل هنا loop بالشكل ده. تمام. جميل جدا. هدوس كنترول دي مرة. طيب قبل كنترول دي خلينا نعمل mirror and build، بعدين نشغل السيمتري، كنترول دي مرة، 2 بالشكل ده كده. جميل جدا. انا عايز select ده، select ده. تمام. اقول له auto group، نشيل ده نشيل ده، كنترول دبليو، نماسك وننفرت ونسموث شوية الماسك بالشكل ده. تمام. جميل. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي على، في عندنا حاجة اسمها داينامكس. تمام. هشيل الجرافيتي وهقول له ان انا عايز سيلف كوليجن، وهشيل الانفليت خليه 0، والكوليجن فوليوم هزوده. تمام. هقول له انا عايز اعمل انفليت، فهدوس run simulation، هيعمل بالشكل ده. مش ده اللي احنا عايزينه. طيب كنترول زد، عايزين نعمل expand، هندوس run simulation حاجة بالشكل ده. هشيل الاكسباند اقول له اعمل انفليت حاجة. طيب نزود الاكسباند حاجة بالشكل ده كده. تمام. طيب عايزين نزود ريزوليوشن شوية، ندوس كنترول دي وسلكت ده تاني، run simulation، ممكن نشيل الانفليت ونزود الاكسباند بحيث ان هو يدينا الكوشن لايك بالشكل ده كده. هنشيل الماسك ونبدأ ان احنا سموث بالراحة.
ممكن كنترول دي كمان مرة عشان سموث. نيجي على ده، على دي، دوس دي، ولو جينا على الجزء اللي فوق ده، لو دوسنا دي هيبقى ثين قوي ورفيع بالشكل ده، فاحنا مش عايزينه كده. هنيجي بالزي موديلر وهقول له اعمل لي ايدج هنا، وعايزين ايدج هنا، ايدج هنا، وكمان ايدج هنا، بحيث ان هو يبقى بالشكل ده. نشغل السيمتري وبالموف نزق دول لتحت شويه كده، حاجه بالمنظر ده كده. تمام. طبعا عشان احنا في سب ديفيجن قليله، نقدر ان انا نيجي مثلا كده واقول له، طبعا اشيل السيمتري اكس واعمل كده، هنزل واقول له مثلا ايه، انا عايز اكبر شويه، اكبر شويه كده مثلا، واقدر اجي بالموف برش اكبرها، نحرك مثلا شويه صغيرين كده. تمام، جميل جدا. هاجي على كل اللي انا عملته ده، دي اول واحده البادي والكوشن والدراع ده، هقول له كنترول اف ونسميه مثلا هيدفون، كنترول اب وانزل تحت كنترول اب. تمام، نشيل ده. نيجي بقى على السماعه دي، هقول له عايز من هنا كده، عايز ترانسبوز ست، ونحركها بالشكل ده، نصغرها نرجعها ورا شوية عشان متخبطش في السلسلة، ونرفعها لفوق شوية صغيرة كده، نرفعها لفوق كمان، حاجة بالشكل ده كده. تمام، اوكي. طيب ممكن نعمل حركة لطيفة برضو في الجزء ده، ان احنا هنعمل له دوبليكيت، خلاص، وهاجي على الجزء اللي جوه ده، ممكن هنا برضو. تمام، كنترول شيفت كليك ونديليت الهيدن. عايزين نعمل بيفل كده، وهديليت الهيدن، نطلع فوق، ندوس دي، ننزل تحت، هدوس دي وفي نفس الوقت هخرج ده لبره كده. تمام، جميل، حلو. هتعمل ايه بقى؟ اقولك، هنشفت نهايد الباقي وعايز بس الجزء ده. هاجي هنا كده، هقول له انا عايز اعمل insert هنا وهنا وهنا وهنا، حاجة بالشكل ده. تمام تمام. هنيجي نعمل كنترول دي مرة 2، بعدين هروح لل collision dynamics، هقول له recalculate عشان يكالكوليت اللي حواليها هنا، عشان لما اعمل كده يعملها بالشكل ده. طيب كده قوية جدا. خلينا نعمل وليكن 0.1 والانفليت نخليه 0.3 مثلا. run simulation، مش عايزين inflate، عايزين expand. ممكن ان احنا طبعا احنا لو عملنا دي كده، طيب كنترول زد كذا مرة، هنشيل ده، delete hidden، extrude ده لبره، وبعدين نعمل هنا وهنا وهنا وهنا. حلو اوي. كنترول دي مرة 2، expand، نعمل recalculate، expand، خلينا ندخل ديت لجوه بالشكل ده، expand، بعدين inflate. طيب ندوس كنترول دي مرتين كده، نشيل inflate وخليها expand بس. تمام، فممكن تدينا حاجة بالشكل ده. لو عملنا الاكسباند خليناه 1، نخلينا مثلا 0.5 مثلا، يبدأ ان هو يبقى مش حلو. ممكن بالشيفت دي ننزل مرة
سب تول، نعمل append. عايز كيوب 3D، نختار الكيوب وهنخش على الموف تول او الجزم دوت، تخش على كاستمايز، تختار كيوب. تمام، خليها كل حاجة. عايز كيوب فاضي خالص، جيب الكيوب دورها هنا كده. تمام، لو جينا بالزي موديلر وعملنا اتش و اتش، دوسنا كنترول دي، تطلع لنا الشكل ده كده. دوسنا كنترول دي كمان مرة، هيبقى شكلها كده. عندنا في الكونسبت ليها زي خط من تحت كده، خلينا نلود الكونسبت. تمام، عندنا في خط من تحت، فاحنا ممكن undo اللي احنا عملنا ده، ونجيب الزي موديلر، نعمل نودست دي كده على الكيبورد كده، حاجة بالشكل ده كده. مية مية. ندوس كنترول دي مرة 2، ممكن نشيل ده ونشيل ده، لو سيبنا ده. طيب تمام، هجيب الجزمو نكبرها شوية، نطلعها فوق شوية. جميل جدا. تمام، عايزين نعمل الستراب اللي حوالين البودي، فنيجي ببرش اسمها كيرف ستراب سناب. سيلكت البودي، نقلل السايز شوية. لو قللنا كمان الانتنسيتي هيقلل الثيكنس بتاع الستراب اللي مفيش خالص. تمام، حاجة بالشكل ده. كنترول شيفت كليك، سبلت، ناخد الستراب ده ننزله تحت خالص. ولو جينا عملنا له زيرو مشر هاف، نيجي نعمل كريس كده. تمام، طبعا انا طافي الدبل، ففي فيسز قدام ومن ورا، محتاجين ان احنا نيجي بال زي موديلر، نعمل جروب باي نورمالز، سيلكت دي ديت هيدن. لو عملنا زيرو مشر مشكلة تينز. طيب سيبه كده، هجيب الموف برش، كبر السايز، نبدأ ان احنا نحرك بالشكل ده. ممكن احنا مانوالي نشيل ايدج 2، نشيل الايدجز دي كده، بس ان احنا نسهل على نفسنا شوية. نيجي بالزي موديلر، نقف على الفيس، اكسترود all polygons،
بالشكل ده كده. لو دوست دي على الكيبورد هيبدأ يدينا إحساس إن هي شبه الإيد بتاعت الشنطة. محتاج بس إن أنا نيجي كده على الجزء اللي في النص ده، نيجي كده بشكل واحدة في النص كده. والماسك دي انفيرت الماسك ننزل لتحت شوية. مية مية. هنيجي بقى على دوت ونجيب برضو الستراب، كيرف ستراب. نستخدم من راحت فين. تمام. هنقلل السايز. طبعا هي السناب فيها شغال فانا هطفي السناب. طيب نعمل كده. بعدين هنعمل الاستيك اون. ايه يا باشا؟ شيل ده مش ظابط. خلينا نروح على التيشيرت على هو سب ديفيجن اهو. هنشيل السيمتري وهعمل كده، ومحتاجين ان احنا نجيب دي هنا ونشيل الالاستيك. مش عارف هي ليه بقت صعبة خلينا نجيب دي الشنطة، نهايد كل حاجة ونعمل كده. مش هتشتغل عشان فيها لا إله إلا الله. دبليكيت، نشيل السب ديفيجن، يجي كده أهو، يجي كده. بعدين نجر دي لفوق. تمام. هنأكسبت العملية وكنترول شيفت كليك نديليت الهيدن. احنا عندنا اوريدي الشنطة موجودة. نيجي للزي موديلر. هبدأ أشيل شوية edges علشان الوضع يبقى كويس وانا بعمل alignment للستراب دي. طبعا دي هتبقى في الجنب هنا. في هنا حاجة دلتها. اوكي. والستراب دي اصلا محتاجين ان احنا نيجي بالزي موديلر نعمل كده جروب باي نورمالز، نسلكت ده ونديليت الهيدن. نرجع نشيل ده تاني بحيث ان هو يبقى ستراب، يبقى شريط، ميبقاش ليه وشين.
طبعا الحاجات البايظه دي ممكن ندلتينها خالص كده، يعني نوفر على نفسنا وجع دماغ. ودي نفس القصه برضو كده. وهاجي هنا اظبط دي كده، بعدين من السايد فيو نعمل ايدج، نختاره وننزله تحت، نعمل ايدج هنا نختاره ننزله لتحت كده. يعني حاجه بالشكل ده كده تمام. اوكي. محتاجين ان احنا نديها thickness برضو، ومحتاجه ان هي تبقى ارفع شويه بالذات من هنا. ممكن اعمل موف، طبعا انا ممكن اعمل موف وانا بعمل جوه زي موديل، اعمل موف للبوينت وانا بعمل موف اعمله سناب تو سيرفيس، فهي سناب بوينت دي على السيرفيس بالظبط، شبه ريتوبولوجي كده يعني. لو جينا بالزي موديلر نعمل اكسترود بسيط، نعمل هنا insert، يعني حاجة بالشكل ده كده. ناقص ان احنا نعمل الجزء بلاستيك اللي موجود هنا ده، فده ممكن لو جينا نختار دي، نختار البوليجون ده ونعمل له دوبليكيت. اول حاجة بص اوتو جروب اول، اختار البوليجون ده، الت كليك شيفت كليك نديليت الباقي. بعدين هنيجي بالموف الت نعمل كده سكيل داون، نكبرها. هو صح ان احنا هنعملها في الفراغ تحت، يعني صح ان احنا ندلتها كده ونيجي في الفراغ ندوس ابند كيوب وننزل على الكيوب ده نخليه في النص، نختار هنا كيوب، بعدين سكيل داون كيوب سكيل داون كده تمام. هنيجي بالزي موديلر نعمل ايدج في النص، الايدج ده نعمل له بيفل، تمام. المفروض ان الستراب بتبقى جايه من تحت طالعه فوق ونازله تحت كده. احنا محتاجين نعمل انست بولي للفيس ده وكمان الفيس ده. هنيجي بالكيو مش كليك واسحب لورا، كليك واسحب لورا بالشكل ده كده. لو دوست دي هيديني شكل بالمنظر ده، طبعا الشكل ده مش كويس، محتاجين ان احنا نيجي بالانسرت طبعا ممكن اشغل دلوقتي سيمتري او اعمل ميرور اند ويلد بحيث ان يبقى عندي سيمتري على الموديل، واعمل ايدج هنا واعمل ايدج هنا برضو هنا كده. جميل جدا. ممكن احنا سكيل داون شوية، لو جيت على دي عملت لها بيفل سيم هنا، مش ألطف حاجة.
نخش هنا نفس الكلام جوه. يعني انا شايف ان هي تمام، يعني هو حاجه ستايلايزد واحنا يعني بنتعلم فيها. انا شايف ان دي الى حد ما تمام. فاحنا ممكن طبعا هنطفي السيمتري. وفي حركه لطيفه برضو ممكن نعملها، ان احنا في حاجه عندنا هنا اسمها من الجيومتري اسمه ستاجر. الستاجر دي لو انا شغال على حاجه زي دي مثلا كده، وعايز اعملها بليسمنت في مكان هنا، ولكن في نفس الوقت احتفظ بالمكان الرئيسي بتاعي، بحيث لو احتجت ان انا ارجع ليها اعدل عليها اي حاجه اعمل كده. وانا اعمل سيلكت على الموديل ده، هدوس هوم ستيج، تمام، وهطلع بالموف، اروح كده اظبط مكانها. يعني حاجه بالشكل ده كده. تمام، واقول له دي التارجت ستيج. لو عملت سويتش يرجعها لي في مكانها، عملت سويتش يرجعها لي هنا، عملت سويتش تاني، وهكذا. تمام، يعني ديت حاجه جميله ممكن ان احنا ايه نستخدمها يعني بالشكل ده. نيجي بقى على ستراب دي، محتاج ان انا ازود فيها سب ديفيجن شويه، علشان محتاجين ان احنا ماسك الجزء ده، لسه محتاجين شويه سب ديفيجن او غير سب ديفيجن. ممكن لو رجعنا كده ودوسنا سب ديفيجن مره، ماشي زود وخلاص. نيجي على ده كده، انفيرت بالموف، يعني بالمنظر ده كده. تمام، انا كده يعتبر خلصنا الجزء ده، ناقص ان احنا نضيف شويه تفاصيل للشنطه. هنزود سب ديفيجن كمان. نيجي بالكلاي، عايز نزود شويه. ممكن برضو ناخد بقى الالوان، عشان اللون الابيض ده يوجع لي عيني، كده وجع لكم عينكم من زمان. وهنا ناخد اللون ده، نروح على الشنطة بالكلاي بالدب، نروح على الجيو، مش اسمها جيو دي، السيتر مش شغالة، مش مشكلة بعد ما نخلص. طيب خلينا نرجع معلش، نعمل كده، نشغل السيمتري. سب ديفيجن كذا مرة، كلاي بالدب،
جميل جدا. طيب لو جينا على اول هنا مثلا كده وقلت ان انا عايز اعمل ماسك حاجة بالشكل ده، هنinvert selection والclay build up كده، نعمل حاجة بالشكل ده كده. تمام. ممكن اجي على البرش الجيو، ادوس هنا كده كليك واطلع شيفت، كليك واطلع شيفت، مش شرط تبقى accurate اوي يعني، انا بس ايه حاول اعمل بس اي فورم هنا كده بحيث ان ما يبقاش سموث. اوكي تمام. هندبليكيت الشنطه دي وننزل بالسب ديفيجن، ننزل بالسب ديفيجن لحد 2 مثلا، ونشيل اللور والهاير، نجيب الزي موديلر الت كليك، وعايزين دول معانا كنترول شيفت كليك ديليت الهيدن. بعدين هنعمل اكسترود. قبل ما اعمل اكسترود عايز اعمل انفليت للاول بوليجونز عشان ابوش دي لبره شويه، ابوش السيرفيس ده لبره شويه، حاجه كده. تمام. بعدين هاجي اعمل اكسترود all polygons بالشكل ده كده. تمام حلو جدا. هاجي بقى بالماسك على الجزء ده وننزله خليه يلزق في الشنطة. لو دوسنا دي على الكيبورد يبقى المنظر ده. ممكن ان احنا نعمل ايدج في النص هنا كده بحيث انه يبقى ليها thickness. I think احنا ممكن نعمل inset للفيس ده، ولكن انا بعمل inset اتاكد ان هي ستاندرد حاجه كده. الناحيه التانية نفس القصه بحيث اوكي في حاجه كده جروب باي نورمالز، نعمل كده. طبعا انا كل شويه بدوس دي للدايناميك سب ديفيجن عشان اتاكد الموديل لو في حاجه بايظه اصلحها يعني. تمام. طبعا احنا ممكن نعمل حركه الانفليت اللي احنا عملناها في السماعه، ممكن نعملها هنا. فانا هاجي على الجزء ده نعمل له سموث. طبعا السب ديفيجن هنا عالي قوي فانا محتاج انزل مثلا، لا هي كده كفايه. وهنروح للداينامكس، هنشيل الجرافيتي وهنشيل الفلور كوليجن، نعمل كوليجن فوليوم دي، ونشيل الانفليت نخليه 0. انا عايز اعمل expand، فلو جينا عملنا simulation ممكن اول حاجه تسيف ما يحصلش اي كراشنج، دوسنا simulate. مش هلطف حاجه فانا هنزل بالسب ديفيجن، ننزل كمان مره، خلي دي مثلا 0.2 ونزود الانفليت، ونقلل الانفليت نخليه مثلا 0.4. نشيل اوكي. طبعا هو عشان في هنا الجزء ده فمش هينفليت عليه يعني، مش هيعديه اقصد يعني. فانا ممكن نطفي الانفليت، نعمل expand بالشكل ده. ممكن طبعا نيجي على الجزء اللي ورا ده نعمل expand برضه، بلاش الحتة اللي فوق. لو عملنا smooth
مدينا ايحاء كده ان هي ايه، شنطه، حاجه كلوث، مش مش حاجه سوليد. لو جينا برضو على الجزء اللي تحت ده، هو ده، هنزود سب ديفيجن مره 2، وهقول له عايزين نعمل expand كتير.